في كلام كتير الحقيقة بيتقال عن واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية في بلدنا وتحديدا في اسكندرية، فيكتوريا كوليدج، اللي الحقيقة ليها سمعة طيبة وسمعة عريقة ومرتبطة بتخريج شخصيات يعني تاريخية، تعالوا نقول، وكانت ملء السمع والبصر يعني في العالم كله. يعني على كل حال، يعني انا مش محتاج ان انا اعرفكم ايه هي فيكتوريا كوليدج، ولكن انا محتاج ان انا اتساءل لماذا وصل الحال بهذه المؤسسة العريقة لما وصل اليه الان. على حد معلوماتي في اتهامات طبعا ان في مؤامرة من المدرسين ضد المدرسة، وفي اتهامات ايضا من اولياء الامور بان في اهمال جوه المدرسة أو في تقصير من الإدارة. أين الحقيقة في موقف فيكتوريا كوليدج؟ النهاردة بستضيف الأطراف المعنية وبرحب بيهم طبعا. هبدأ بالسيدات أولا، اوعوا تزعلوا. برحب بالأستاذة إيمان عزب، وهي ولية أمر تلميذ ومدرسة سابقة بالمدرسة. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. برحب بالأستاذة أمنية أحمد، برضو هي ولية أمر أحد التلاميذ. اهلا استاذه امنيه. اهلا بحضرتك. وبرحب بالعميد احمد الحرازي، وهو عضو مجلس اداره المدرسه. اهلا وسهلا. اهلا بك سياده العميد. وبرحب بالاستاذ مرسي صلاح، نائب رئيس مجلس الاداره والمتحدث الرسمي باسم المدرسه. بشكركم جدا ان انتوا جيتوا لنا من اسكندريه مخصوص. طيب، ابدا بالاستاذه ايمان، ويا ريت نراعي ان احنا كلنا لازم نسمع بعض، وان احنا هنراعي مبدأ الوقت. ما تزعلوش مني لان الوقت هنتكلم باختصار. فين المشكلة في وضع مدرسة فيكتوريا من وجهة نظرك؟ يعني هقول لحضرتك مبدئيا هي فيكتوريا كوليدج تابعه للمعاهد القوميه. احنا 39 مدرسه على مستوى الجمهوريه. المفروض ان في مجلس الاداره ده بيجي بالانتخاب. تمام. احنا اوريدي كان عندنا مجلس اداره تم حله لاسباب الله اعلم. جه المجلس الجديد بالتعيين مش بالانتخاب. ايوه تمام. انتظرنا يعني ان طبعا اعضاء مجلس الشعب انها تقف جنب المدرسه وتقف في ظهر اولياء الامور، لكن اتفاجئنا ان المسلسل اللي مشي من ساعه المجلس الجديد ما جه مسلسل من المخالفات. مخالفات اداريه، مخالفات ماليه، مخالفات تدخل في العمليه التعليميه بكذا طريقه. ف يعني لو حضرتك عايز بقى ان احنا نبدا ندخل في المخالفات مفيش مشكله. مبسوط جدا انك انت بتلخصي لي الموضوع، عشان ده بيجيب مناقشه. اذا قلتي لي مجلس اداره جديد بالتعيين مش بالانتخاب. بالظبط. قلتي لي في مسلسل من المخالفات وفي تدخل في العمليه التعليميه. بالظبط كده. تدخل في العمليه التعليميه ده يعني طب ما هو لازم يحصل. لا، تدخل بمعنى تدخل شكله ايه؟ هو تدخل غير مباشر. مش تدخل مباشر، ده تدخل غير مباشر في العمليه التعليميه. المفروض اختصاصات مجلس الاداره هي اختصاصات ماليه فقط. مالوش ان هو يتدخل في اي حاجه من العمليه التعليميه. تدخل يعني من اقول نوع لحضرتك إيه؟ ازاي؟ هي بدايه المشكله كلها حصلت من اول خطوه المجلس بدا ياخدها، ان هو قبل اعداد زياده في المدرسه. حضرتك بناء على الاعداد اللي اتقبلت في المدرسه ديت قيس بقى كل المخالفات اللي حصلت. مفيش استعداد. يعني حضرتك قبلت اعداد، طب فين الاستعدادات اللي المدرسه استعدت لها عشان تقبل الاعداد دي؟ عندي مفيش يعني طبعا عجز في المدرسين. الموضوع ده سبب عجز في المدرسين. ما عنديش اماكن، مفيش فصول. تمام. فاضطر المجلس ان هو يدخل في قصه مباني، والمباني طبعا قصتها كلها مخالفه وهنسيرها بعد كده. تعالي نتكلم في الموضوع ده بعدين، بس انا هروح للاستاذه امنيه احمد ولية امر برضو، وتقول لي المشكله من وجهه نظرك. المشكله من وجهه نظري انا اولا اولد فيكتوريانز، يعني حضرتك خريجه المدرسه. خريجه المدرسه. تمام. فعاصرت المدرسه في اذى عصورها. ودلوقتي طبعا الحال يرثى له جدا يعني. اوكي تمام. انا ابني لغايه النهارده ما بيستلمش الكتب. كتب الوزاره وكتب السوبرلاند اتاخرت جدا عبال ما استلمناها في الترم الاولاني. مفيش اشراف كافي، الولاد بتتعور وبتقع يعني مفيش متابعه، مفيش اشراف كويس. طبعا المدرسين بالنسبه لنا معترضين لان اتاخرت مستحقاتهم والعلاوات والحوافز وكل ده، فبداوا يعملوا اعتصامات، فده مأثر على العمليه التعليميه. فكل ده ضرر لابني. مساله يعني عدم الاشراف دي بتخلي ولي الامر غالبا ما بيبقى يعني قلبه بياكله على اولاده وهم هناك، لربما يحدث له اي شيء. انا كل يوم بستودعه عند الله، يعني ربنا يرده لي سليم من المدرسه.
انا ما اعرفش للدرجه دي؟ للدرجه دي واكتر. انا ما عنديش اشراف خالص. معلش، ما احنا نسمع بقى، نسمع. طيب انا كده خدت الطرف المعترض او الشاكي، وهبدا بالاستاذ. طيب اتفضل استاذ مرسي. طيب تحديدا المتحدث الرسمي باسم المدرسه. لا انا عضو مجلس اداره. وطبعا احنا تحديدا الكلام اللي اتقال كله غلط. احنا هنتكلم مع حضرتك بالمستندات مش بالكلام خالص. نمره واحد، احنا ما جيناش استلمنا مجلس اداره من مجلس اداره، احنا استلمنا من لجنه اشراف مالي واداري. دي عينت من وزير التربيه والتعليم عن طريق مديريه التعليم عشان خاطر حلوا مجلس الاداره السابق، واحنا موجودين في المدرسه تتخيل حضرتك من 10/4/2017 ما بقالناش 10 شهور. الخراب اللي هم بيحكوه ده كله ما بقالناش 10 شهور. بس ممكن اقول لك احنا انجزنا ايه في ال10 شهور. ممكن اقول لحضرتك. طب بس ايه رايك قبل الانجازات ده؟ لا مش هقول انجازات. موضوع الانجازات ده عليه علامه استفهام كبيره. لا هقول دايما الاعلام يقول لك لو بتتكلم عن الانجازات، انا عارف يا عم ان في انجازات، بس انا عايزك ترد على النقط دي. 10 شهور هرد على النقط دي نقطه. اولا احنا استلمنا منين؟ من لجنه الاشراف المالي والاداري. اللي هي حاله انتوا المجلس المعين. المعين. طب ليه ما كانش بالانتخاب؟ لاني هقول لحضرتك، اولا مفيش لما لجنه الاشراف المالي والاداري خدت من مجلس الاداره القديم حولته للنيابه، وعندهم مشاكل كبيره، فما حصلش لا في ميزانيه ولا في موازنه، والدراسه هتبتدي. فوزير التربيه والتعليم ده بيحصل في كل المعاهد في اكثر من مدرسه موجود. فعمل تشكيل لاول مره عميد كليه تربيه رياضيه، 2 نواب موجودين عشان يقدروا يسيروا العمليه. العميد احمد الحرازي، كان معانا حد من النيابه الاداريه، مستشار في النيابه الاداريه. فاستمرنا وابتدينا نشتغل، ابتدينا نحط التحديات اللي قدامنا. دخلنا المدرسه لقينا فيها 150,000 جنيه، وعندنا مرتبات ب 3 مليون جنيه بحوافزهم، وعندنا ديون ب 13 مليون جنيه، وعندنا مدرسين دبلوم تجاره بتدرس ماس انجلش. انا قلت فيكتوريا برضو، وابني في جريد 7. ايوه خريج المدرسه طبعا، وبيتي فيها، وبيتي لازق فيها، ودايره والدي فيها. وبتقول لي دبلوم تجاره. ايوه يا فندم. بيدرس ايوه يا فندم ماس انجلش، مستندات اللي هو رياضه باللغه الانجليزيه. ايوه يا فندم، ايوه مستندات موجوده. طب عملنا ايه؟ حضرتك بتتكلم عن حد معين؟ هقول لحضرتك. لا في اسماء كتير. في اسماء منها الاستاذه ايمان، خريجه كليه تجاره عربي، قسم جمارك. بتدرس ماس انجلش في امريكان. ماس انجلش في امريكان. مدام ايمان. بعد اذن حضرتك اهو. ادي اهوت مدام ايمان فوزي، خريجه التجاره. ده مش عيب. انا مصدق يا استاذ صلاح. لا معلش، طب احنا عملنا ايه في الحاله دي؟ بس حضرتك شايف يعني ان هي جايه علشان تعترض في غير محل هي اللي بتشتكي. هي وخمسه سته بيشتكوا. تمام. انا عايز حضرتك تشوف دوت. ماشي اتفضل. فجينا لقينا في مشكله في الكليه كبيره جدا. ان العمليه ازاي كليه فيكتوريا فيها كده؟ احنا كان عندنا سير المدير، فلما احنا اولا ده عمل تطوعي، عايزين نمشي النهارده قبل بكره، بس دي مسؤوليه علينا لازم ننجزها. المبنى اللي بيتكلموا عليه مدرسه كانت منهاره. انا بعت لحضرتك صور تشوف شكل المدرسه الحقيقي مش الفيديو. الفصل الكوريدور اللي حضرتك جبته دولت، المدرسه فيها 8 مدارس داخلها. اقسم لك بالله انا ابني في جريد 7 سالته قلت له حسيت باللي حصل؟ قال لي لا، لان المدير بتاعه ناظر القسم ما طلعش حد من عنده والعمليات التعليميه استمرت. لكن ناظر القسم الابتدائي اللي الصور جت فيه، وزاره التربيه والتعليم حولته للتحقيق وغيرته. لان استاذ مرسي انا اسف ان انا بقاطعك. لا اتفضل. انما امتى هنخلص من نظريه المؤامره؟ كل حاجه مؤامره مش ممكن. طيب هقول لحضرتك، المبنى اللي فيه ابنك زي الفل، بس المبنى الثاني عشان المدرس ما اعرفش ايه صوره. بالمناسبه الفيديو ده موجود عليه، بس تفتكر ده موجود ومنتشر. طيب استاذنك تشوف بس المستحقات الماليه. طب اتفضل سياده العميد اتفضل. استاذن حضرتك. اتفضل. هو الفيديو اللي اتشاف ده ده فيديو حقيقي جدا. حقيقي. احيي صراحتك. لان قسم من الاقسام الابتدائي الكبير اللي وكيل قسمه حرض الاولياء، حرض المدرسين والمشرفين ان هم ينزلوا وسط العام الدراسي ويتظاهروا عشان يطالبوا بالحوافز بتاعتهم. ده مهنيا لا يستحقوا ان هم يبقوا مدرسين تاني، ولو انا صاحب قرار ما يدرسوش تاني. انت النهارده ليك طلب، قدم لنا طلب، عايز تتظاهر تظاهر بعد العمليه
التعليميه او بعد اليوم الدراسي، عشان انت ما ترضاش على ابنك ان هو يروح المدرسه ما يلاقيش لا مشرف. هو ده النهارده الاشراف اللي احنا بنقوله مش اشراف. طب في تناقض في التصريحات مع احترامي الشديد يا سياده العميد. الاستاذ مرسي صلاح لما دخل معايا في مداخله هاتفيه الاسبوع اللي فات قال لي ان في ناس رشت ميه على الارض. حضرتك بتقول لا المقطع ده مقطع حقيقي. حقيقي بدليل ان الولد بيقول له صور يا مستر. العيال انت عارف حضرتك الطفل النهارده انت لما تسيبه لوحده هيلعب بقى في الحنفيه، هيلعب في الكهرباء، هيلعب في الكلام ده. ومدرسين بتتظاهر عشان بيقولوا ما اخدوش قبضهم. ده حضرتك بالمستندات تحويل مرتبات شهر يناير 2018 للناشونال وللامريكان وللاي جي. وحضرتك الحوافز اللي بيقولوا ما اخدوش حوافز، ادي يا فندم حضرتك الحوافز كانت في جلسه السبت 3/2 اللي هو ليله اول يوم دراسه 4/2، وادي التحويل يوم 4/2، وادي البنك موافق على التحويل ب 336,000 جنيه والثانيه ب 3 مليون جنيه. يعني الناس واخده حوافزها واخده مرتباتها، مفيش اي مشكله. وقفوا لنا في مره قال لك ده خط احمر، واحنا احترمنا في ناس مرتبطه بجمعيات ومرتبطه بظروف واولاد والكلام ده، يبقى لازم حقهم يوصل. فاحنا دي بس انا عايز بس يعني اطلع المشاهد برضه اللي بيتابعنا، دول زي موافقات من مدير البنك على تحويل رواتب فعلا، يعني دي تعتبر ورقم كارت رقم التحويله. طب اخر مره حضرتك قبضتي امتى؟ لا انا مش، انا اصلا رافعه قضيه، انا قصه تانية هوضحها لحضرتك. بس ارد على النقط اللي اتقالت يعني. مبدئيا هم مجلس الاداره دايما بيحب يشخصن الامور. انا طلعت في كل حته تمام، اشتكيت بصفتي ولية امر تمام. اما بصفتي مدرسه فده انا رافعه قضيه والموضوع قدام القضاء، ورفضت اصلا ان انا ارجع المدرسه السنه دي زي بقيه زمايلي. بعد اذن حضرتك القوميه ما بعتتش اسمك عشان انا ما نزلتش من اول السنه اصلا. يعني من اول السنه زمايلي نزلوا، انا ما رضيتش. انت مستنيه لما تشوفي نتيجه القضيه ايه؟ بالظبط كده تمام. دي شهادتي فعلا زي ما الباشمهندس طلعها ان انا بكالوريوس تجاره. ودي شهاده من الاكاديمي، انا واخده كورس تيتشنج ماث. تيتشنج ماث، كورس تعليم رياضيات بالظبط كده. ودي شهاده من الكوردينيتور بتاعي بيقول فيها ان انا كنت مثال للخبره والكفاءه طول الفتره اللي انا اشتغلت فيها في المدرسه. تمام. يعني عايزه تقولي ان مساله بكالوريوس التجاره ليس ليها علاقه مباشره بالمهاره بتاعتك. وغير يعني كده اقول لحضرتك ان انا في مدرسين زمايلي، احنا هنسمع بعض، في مدرسين زمايلي في القسم بقالها اكتر من 7 سنين وبكالوريوس تجاره ومثبته في المدرسه. تمام. ومع ذلك انا ساقطه ابتدائيه. انا جايه اتكلم بصفتي ولية امر مش بصفتي مدرسه. انت مش ساقطه ابتدائيه، انت واخده اهو كورس. لا دي مش هي دي النقطه اللي انا جايه اتكلم فيها. بس هو دايما مجلس الاداره بيحب يشخصن الامور. انت بتتكلمي على احوال المدرسه بالظبط كده. فانا جايه اتكلم كولية امر، انا مش جايه اتكلم خالص تمام. فنحي النقطه دي على جنب. تمام خلاص. دي نقطه المدرسه. الاستاذ بيتكلم على جلسه 3/2 اللي هو ورى لحضرتك الورق فيها. جلسه 3/2 اللي اتمضت بمكافاه المدرسين دي مكافاه شهر 12. المدرسين ما قبضوش حوافز شهر 1 وما قبضوش شهر 2. ومعايا برضو المستندات. في حوافز بتتاخد في نص الشهر. بالظبط. احنا لسه النهارده كام اصلا؟ ما هيش نص الشهر. انا النهارده بدي لك حافز. ثانيه واحده يا فندم. هو انا معتز بيه النهارده حضرتك هدي لك حافز في الشهر اللي لسه ما خلصش، ولا المفروض ان النهارده اخر الشهر ان انا بدي لك الحوافز وبخصم منك لو افرض انت غبت يومين 3 تاخد حافز زي حضرتك؟ لا هو الحافز دايما مرتبط بالاداء. بالظبط. الاداء. فالنهارده ازاي انت بتطالب حافز 2 النهارده؟ حوافز شهر 12 اللي قبضينها احنا في شهر 2. حوافز شهر 1. لا هي مكتوب هنا بحوافز شهر ديسمبر لسنه 2017. وعلى فكره واللي بعدها اترفض مجلس مرتبات الاداره. شهر يناير. مرتبات. مرتبات. ايه اللي اترفض؟ مرتبات. مجلس الاداره رفض يمضي حوافز الناس بتاعت شهر 1 وشهر 2. انا بقول لحضرتك حصل. والمستندات اللي مع حضرتك برضه بتقول كده. عشان ترجعي غصب عن المجلس. ما هو برضه حضرتك عايز تشخصن الامور. ما بلاش نرجع. برضه حضرتك عايز تشخصن الموضوع. انا قلت لحضرتك انا هرجع بحكم قضائي. عارف استاذ مرسي المساله طالما امام القضاء بس خلاص. عايز بس اطلب محاضره. خلي القضاء يقول كلمته. طيب انا مش هشخصن الامور خالص. تمام. احنا خلينا نشوف ايه المشكله. كويس. المشكله ان احنا جينا عايزين نعمل انضباط في الكليه، فبعتنا المعاهد القوميه انضباط فقط لا غير. بعتنا المعاهد القوميه. هرجع لك. قلنا لهم
احنا عندنا عماله الموظفين والمدرسين وكده 1100 شخص، وان في ناس لقيناهم دبلوم تجاره بتدرس انجلش، بتدرس ماس، ده موجود. فالمعاهد القوميه شكلت لجنه. مين اللي قال لنا الكلام ده؟ مش احنا، ده الاشراف المالي والاداري حاطط توصيات، انا ما اقدرش اطلع بره عنها. فبعتنا المعاهد القوميه، شكلت لجنه، جابوا فيها راجل محترم اسمه الاستاذ سمير، طلع كل العجز ده، مشى الناس. اصبح ان احنا في ناس لازم تمشي، الناس دي بقت تضغط علينا. القصه ان في 120 مدرس موجود في المدرسه اولياء امور. فلما تيجي تاخد قرار ان انت تعمل بصمه عشان تعمل انضباط، يضغطوا عليك عشان هم اولياء امور، يطلع نفس المشهد اللي احنا بنشوفه. انا مش مدرس، انا ولية امر. طب حضرتك يعني انا دلوقتي هعاملك ازاي؟ ما هو انت دلوقتي قدامي كمدرس، انا عملت البصمه عشان خاطر في مدرسين في اقسام معينه بتمشي، زي مثلا القسم الثانوي، ما بتقدرش اقول لك انا هقعد اعمل ايه. فانت حبيت انك انت أعمل تعمل نوع انضباط. من الانضباط على بالظبط. الحضور والانصراف، حاجه تانية سريعا عشان الناس ما تجيش تمضي بالظبط. وتمشي. حاجه بعدين تانية موضوع سريعا، البصمه ده في كل قرار الاماكن وزاري المحترمه. مظبوط. يا استاذ معتز، قرار وزاري رقم 420 بيقول ان المدرس اللي موجود ياخد خصم عن المصروفات 25%. احنا جينا لقيناها 50% كمجلس اداره. فجابوا لنا القرار الوزاري ده، برضه لجنه الاشراف المالي والاداري قالت لنا ده فيه خطا، فروحنا رجعناها 25%. أيوة. الناس هتحبنا يعني ولا هتعمل معانا مشكله؟ انت كده بتزود عليهم المصاريف بالظبط. بس انا بعمل ايه؟ بس انت بنفذ القرار الوزاري. نفذت القرار طبعا ما اقدرش ما انفذهوش. طيب. لان دي ملاحظه في الاشراف المالي والاداري. عايز رد من الاستاذه امنيه احمد. انت والده تلميذ انا صح؟ والده طالب. بس ما انتيش مدرسه هناك. لا 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 انا في الجونيور الكبير. وردا على الاستاذ قالوا عن وكيل القسم بتاعنا ان هو اللي عامل المؤامره دي. كل ده ما حصلش خالص. احنا اول 4 حصص في اول يوم. يا فندم هو ما عملش مؤامره، مش هو اللي عمل المؤامره بس. مين اللي هو عمل؟ ما سيطرش على القسم بتاعه. ما سيطرش على القسم. معلش طيب. انا هقول اتفضل. لحضرتك اللي حصل بالظبط. اتفضل. احنا اول يوم في الترم الثاني الولاد رايحين، اول 4 حصص اشتغلناهم، والمدرسين ما كانوش يعني مش حابين يشتغلوا في الاول. فوكيل القسم قال لهم احنا هنجيب لكم اللي انتوا عايزينه، بس هنشتغل عشان خاطر الولاد ما ينفعش نسيبهم مع نفسهم كده. تمام. جينا في البريك، حاولوا يتواصلوا مع المديره، حاولوا يتواصلوا مع اي حد مع الاداره، فما رضوش يتواصلوا معاهم. قالوا لهم خليكم واقفين اعملوا اللي انتوا عايزين. مين فاستفزوهم. اللي قالوا له يا فندم؟ بعد اذنك انا ما قطعتش حضرتك بس خالص. أنا عايز اعرف بعد مين اللي اذنك قالوا استاذ أنا ما معتز بقطعهاش. هيوجه لي اللي هو عايزه عشان اعرف بقول مين. تمام. اوكي طب انا هوجه لك. انا هو تمام. مين اللي بيقول لهم؟ مين معلش مين اللي بيقول لهم ايه تاني علشان هو هم بتقولي في البريك. في البريك وكيل القسم قال لهم اعملوا اللي انتوا عايزينه. تمام. المديره ما رضتش تسمع لهم. كويس. تمام. قالت لهم اقفوا اعملوا اللي انتوا عايزينه. كويس. انا يعني ده اللي حصل. ولو ان ده ما يتشالش فيه المديره برضه. تمام. بس هي ما سمعت لهمش. المديره ما اتشالتش. اوكي. المديره كانت موجوده النهارده في الكليه وانا كنت في مكتبها النهارده في يعني بشتغل لغايه أوكي. 8 و9 بالليل. كملي بعد عشان إذن عشان عندي كده حاجه عايز اقولها. تمام. بعد كده وكيل القسم حاول بقدر الامكان ان هو ينظم الموضوع شويه ويهدي الدنيا شويه. ما حصلش الكلام ده. المدرسين كانوا سايرين خلاص احنا مش هنشتغل. وبس هو نظم برضو خروج الولاد من القسم مع اولياء امورهم تحت اشرافه. ما بقتش العمليه كده يعني الناس تمشي. اللي انا قلته لحضرتك في الاول ان في تدخل بطريقه غير مباشره في الناحيه التعليميه. يعني لما الناس ما تاخدش مستحقاتها فطبيعي انها بتنزل. يعني المدرسين ما بتاخدش مستحقاتها، دي نواحي ماليه خاصه بمجلس الاداره. اثر علينا احنا مفيش الكلام ده كاولياء يا أستاذ امور معتز في الناحيه التعليميه. المدرسين ما دخلوش الفصول بتاعتنا. يعني المدرسين يعني عندهم شيء من الاحتجاج على مساله دي الرواتب. حضرتك بس انا نفسي افهم حاجه. انا عايز افهم حضرتك الكلام. طيب ايه رايك؟ انا هدي لك الفرصه انك تتكلم استاذ مرسي، بس اعذرني لان لازم اتوقف عند استراحه اعلانيه وارجع اكمل. بس ممكن لحظه في دي عشان نقفل دي مش هتطول. اتفضل. احنا شهر يناير، احنا دلوقتي في فبراير صح؟ أيوة. فالحوافز بتاعت يناير ما اتقبضتش زي ما الاستاذه قالت. انا موافق طبعا. فهيحصل ان يوم الخميس هيقبضوا يوم 15/2 حوافز يناير بعد ما شؤون العاملين ودت الكشوفات اللي عليه خصومات اللي عليه اجازات. فمنطقي جدا يبقى حوافز الشهر اللي قبله. ولو حضرتك ما قبضوش يوم 15/2 انا مستعد ان حضرتك تقول الناس دي كذابه ما قبضوش يوم 15/2 لان شؤون العاملين لسه ما جابت لناش الحاجه لغايه الصبح. فبكره رئيس مجلس الاداره يعني هل الناس صحت من النوم لقت ان الموضوع ده ما بيتقبضش؟ ما هو ده اكيد 100%. بسأل حضرتك بقى. ما الكلام ده 100%. هو الدراسه بدات امتى؟ بدات 4/2 بس
لا انا بتكلم على العام الدراسي. الاكاديمي مش بيبدا من شهر 9؟ ايوه. طب الحوافز كانت شغاله، ما احنا اهو لغايه ما شغاله، ده اخر أهو. واحد يا فندم. بص يا ما هو فندم، ده اللي انا بس بساله. ايوه بس انا يعني عايزك يعني برافو هل عليك. الاعتراض على انا سايب لحضرتك الاعتراض بقى بس على حوافز يناير بس، انا ولا لا. هل طيب. العقود والحوافز وانا والعقود سايب لحضرتك. والحوافز. وهو في موضوع انا هحكيه بعد الفاصل الاعلاني، هو اللي حرك الدنيا دي كلها وقوم الدنيا تاني على مجلس الاداره في موضوع خليهولي عشان انا محتاج اعرفه من حضرتك بعد الفاصل الاعلاني. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته. مدرسة فيكتوريا كوليدج اسكندرية العريقة اللي شهدت في السابق تخريج شخصيات تاريخية ملء السمع والبصر، وشخصيات تاريخية الحقيقة يعني يمكن أقل يعني ناس كتير قوي زي عمر الشريف، زي أحمد رمزي، زي الملك حسين، زي ناس كتير مش هينفع، ناس كتير قوي مش عارف أعدهم. الملكة صوفيا بلغاريا، وشخصيات تاريخية أخرى. هي حاليا تابعة للمعاهد القومية بالمناسبة، يعني هي ولا هي مدرسة خاصة ولا تتبع للحكومة بشكل مباشر، هي تابعة للمعاهد القومية، وشكاوى كثيرة عن الحالة اللي وصلت إليها. وفي نفس الوقت مجلس الإدارة بيقول إن هو بيبذل أقصى جهده لإصلاح الأمور اللي تعرضت ليها، وإن هو ماشي في الطريق، وإنه في بعض المحاولات لتقليل من جهده. هسمع لان انا جايب الحقيقه النهارده مستضيف في البرنامج الفريقين، فريق من مجلس الاداره وفريق من اولياء الامور. هسمع من الاستاذه امنيه احمد، كانت عايزه تقول قبل الفاصل حاجه. تمام، انا خلصت كلامي عن المشكله اللي حصلت في الجونيور. تمام، بس كان معايا ورق ان كل دول اولياء امور بيشهدوا للاستاذ وكيل القسم بالنزاهه، يعني اللي هو اتشال من منصبه بالظبط، او اتوقف عن العمل بشكل مؤقت. ان كلهم عايزينه لان احنا ما شفناش منه اي اساءه. تمام، وان هو حاول باقصى جهده الموقف يبقى ينحصر يعني باقل الخسائر. تمام، اوكي. في حاجه انا عايزه اتكلم فيها، ويا ريت اتفضلي يسيبوا لي الفرصه. هي بوينتس صغيره. المجلس بيقول ان هو ما بيتدخلش في العمليه التعليميه، فانا بقول ان هو بيتدخل سواء من قريب او من بعيد، بس هي كلها في حاجه واحده. اول حاجه عندي ان هو ما بيعملش مناقصات على الكتب السوبرلاند الهاي ليفل. تمام، من بدري قبل ما الدراسه تبدا. انا استلمنا كتب يعني بعد الدراسه ما بدات شهر ونص في الترم الاول. اوكي، دي بوينت يعني. غير كده انا عرفت ان في الشيك بتاع السوبرلاند اجل ل 2019 رغم ان المفروض ان في دخل المدرسه. اوكي، طب ليه اتاجل ل 2019 ولما يجي مجلس جديد هيبقى ده بالنسبه له حاجه تعرقل الامور. هيبقى برضو في ديون على المدرسه. في كمان كتب الوزاره لغايه النهارده الاسبوع الثالث في الترم الثاني احنا ما استلمناش. ما عنديش كتاب ساينس، ما عنديش كتاب فرنش. الوزاره واخده فلوسها بالكامل مش والله احنا مدرسه الاقبال يعني 3 متر مننا وبيستلموا الكتب من قبل ما يدخلوا سواء اول السنه او لغايه دلوقتي لسه لغايه دلوقتي انا ما استلموش الكتب. تمام. في برضو مشكله كبيره جدا. احنا المفروض مدرسه هاي ليفل والانجليش والكلام ده كله. احنا عندنا قللوا عدد حصص الانجليش ل6 بدل 8، وكل المعاهد القوميه عندنا 8. ما هو ده نتيجه عجز المدرسين. ده نتيجه عجز المدرسين بالمناسبه وبكل امانه. وحضرتك خريجه المدرسه صح؟ تمام. انت تعتبري اولد فيكتوريان يعني. بالظبط. طب مستوى التلامذه ايه في الانجليزي؟ بيتكلموا انجليزي بطلاقه؟ وحش جدا، سيء جدا، سيء جدا، سيء جدا، سيء جدا. وطلبنا من المجلس قبل كده وطلبنا كتير يعني يبقى حتى في حصه يعني معلش يعني ما تزعلوش مني، يعني فيكتوريا كوليدج ما بقتش فيكتوريا كوليدج طبعا. ده فين ده؟ خلاص تمام. معلش انا عايزه اكمل بس انت كملتي ولا لسه؟ لا والله. طب لسه اتفضلي. تقليل حصص الانجليش بسرعه جدا بس عشان نعرف نرد بس من 8 ل6 يا فندم. 6 حصص. هل كافي ان ده يدرس في المنهج اللي علينا؟ الاي جي سي والاي بي اس والله البليز بعد اذن حضرتك اتفضلي يا سامع. الاي جي سي والاي بي اس بياخدوا 8 حصص، سيدي جابر بتاخد 12 حصه. دول المدارس الاخرى بالظبط. في بوينت مهمه جدا 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 تتميز بيها فيكتوريا كوليدج، الساينس فير. تمام. الساينس فير بتاعنا ده كان على مدار 6 سنين. الولاد بتوع الثانوي بيشتغلوا عليه، بيمثلوا مصر في امريكا. وعندي منهم الطالب احمد علي فؤاد والطالب يوسف وليد وغيرهم. ماله الساينس فير؟ اتوقف
من ساعه المجلس الجديد بسبب خلافات مع المدرسين الكبار اللي كانوا قايمين ساينس فير عليه. توقف، امال مين اللي مكرم يوسف وليد؟ بعد اذن حضرتك اكمل كلامي. اتفضل. للآخر. تمام. الساينس فير دلوقتي مش شغال، كان اللي بسبب بعده حاجة. عشان الوقت. دي اهم نقطه كانت اتفضل عندي. استاذ حراس. هنتكلم على مستر، خصوصا بالاسم كده، مستر حسام مراد اللي هو وكيل قسم تمام. الابتدائي الكبير. هو شخصيه محترمه جدا. ومهذبه وصديقنا، واحنا على فكره اللي معينينه بعد ما وكيله القسم طلعت معاش. لكن النهارده لما حصل في الامور امور، السيده المديره الفاضله وهي ست محترمه جدا وفاهمه شغلها الاداري كويس جدا، وانا والدكتور مرسي بنشهد لها بالكفاءه. وعلى فكره وأنا كنت بالمناسبه طلبتوا نعرض صور اللي هي ده صورة المبنى دلوقتي. بتظهر الشكل الحضاري بالظبط، ده المبنى اللي للكليه، إحنا واحنا دهناه. عشان بس ما تفهمش ان احنا مش واخدين موقف لا، لا، ولا اي شيء، احنا بنعرض كل شيء انتوا جايبينه معاكم. احنا بص عشان مستر بس ممكن معاذ. يكونوا بيقول لك ان يعني احنا بيضنا الحاجات دي واحنا جايين ولا حاجه. اصل ده من ضمن الاتهامات. لا، الصور هي دي كليه فندم، فيكتوريا. انتوا لحقتوا تبيضوها بسرعه كده. اقول لك بص ايه ده، أنا فين هنرد- المبنى ده، فين هناخد الحاجات دي وانا هقول لحضرتك الصور دي اتفضل بالتفصيل. اتفضل. كنت بتتكلم على على مستر مستر حسام مراد لما حصل الكلام اللي ده فيه مطالبات باعادته ما لمكانه عندناش لان مشكله هو خالص. ما انا موقوف. هقول لحضرتك مش احنا اللي وقفته النهارده. لما حصل الكلام ده المديره شخصيا، انا بقالي 17 يوم عندي ايفنت معين في شغلي، ما كنتش اقدر اتحرك من شغلي وكنت على اتصال بيهم، وهي كلمتني المديره قالت لي انا مش عارفه اعمل ايه. قلت لها خدي اجراءاتك. قالت لي انا اتصلت بالاتصال السياسي بتاع الوزاره واتصلت بالقوميات، فجت لجنه من الوزاره، جت لجنه من القوميات، جت لجنه من وكاله الوزاره شخصيا، وهو اخذوا المديره واخذوا مستر حسام مراد، هم اللي حولوهم التحقيق. جاء قرار بميس اميره النهارده، جاء من ساعتها يعني ان مستر محمود هديه قام بالاعمال لحين انتهاء ده التحقيق. مش قرارنا خالص. مع مستر وقالوا حسام. مستر مصطفى كامل، مستر مصطفى كامل برضو قام بالاعمال لحين أنا ما واحد أقدرش دلوقتي آخد متحول القرار ده. للتحقيق وانا اللي حولته للتحقيق. طب الوزاره خلاص اللي محولها. خلاص كده يبقى انت حدود مسؤوليتك بس خلاص أنا توقفت. خالص. والله النهارده فده خلص ردا على التحقيق، أستاذ هو عبد ما الحليم عملوش حاجه، رجع اهلا وسهلا. حلو قوي. بس بتعرض كنت عايز تقول لي رأي قبل أولياء الفاصل، أيوة. انا مش بنسى أيوة. انك انت عندك مفاجاه. طبعا. ايه هي؟ المفاجاه يا فندم ان حضرتك ان احنا جينا بقرار وزاري اللي هو يوم 10/4 تمام لشهر 8 او لاول جمعيه عموميه. جينا احنا اعلنا الجمعيه العموميه. بالظبط. كان عندنا مشكله قبل الجمعيه عايزين العموميه نمشي. ان المحاسب القانوني قدم استقالته ومشي، فما كانش عندنا ميزانيه. فتعرض الوضع ان احنا نعين محاسب قانوني تاني. سياده النائب حسين خاطر رئيس مجلس الاداره وعرضنا على الوزير، فالوزير قال طب انتوا عملتوا ايه الفتره اللي فاتت؟ طلعنا له الانجازات بتاعتنا. هي ايه بقى؟ الانجازات هقول نفسي لحضرتك اعرف الإنجازات. كتير. انا هقول لحضرتك حاجه. انا هوعد حضرتك ان في مسرح الكليه شخصيا. لا انا عايزه اعرف. دلوقتي لا وعلى الهوا حالا. وعلى الهوا وهعملها قدام اولياء الامور، هعمل برزنتيشن يا ريت. وهدعي يا فيه ريت. كل الناس. أيوة. وهدعي فيه إحنا قناه المجلس النهار. الوحيد. أنا وهعرض بستأذنك. يا فيه. استاذ معتز أكمل بس. انا بعت لك أستاذ الكاميرا معتز، بتاعتنا عشان احط ايدي بقى انا ثانية عشان بعد احط إذنك بقى ايدي على القصه دي سيادة كلها. العميد ثانية انا واحدة. عايزه والله حاجه مدام واحده إيمان. انجاز. لا لا هقول مدام لحضرتك. ثواني. عايزة إيه؟ فلما جت إنجاز تتعرض واحد بس انك ترجعي واحد. الكليه. ما هو ده حضرتك المعاهد برضو مش إحنا. مش قادر طب نخلص ده تنسى المهم الموضوع. بالنسبة لك. ما انا بقول لك انت ده عايز الإنجاز، ده اللي تشخصن أنت عايزاه. الامور. دكتور ده اللي انت اتفضل. بتحاول بص- تصوره بص يا لنفسك. فندم. خيالك مصور لما لك. جينا قلنا في جمعيه هو عمومية. هل في صدر رحب لتلقي النقد لا. ولا لا؟ مش طبعاً. من طبعاً. حقي طبعاً. يعني. طب مش خلاص. من حقي اعترض على طبعاً. حاجه بقى. تكون بس انا بتكلم انا دلوقتي يا بقى عشان أستاذ نقوله معتز. ايه الموضوع بقى. ايه اللي وصل الكليه لكده؟ اليومين اللي فاتوا ان اتعلن ان في جمعيه عموميه واتفتح باب الترشح. بالظبط. وفي ناس افاضل قدموا ان هم تبقى عايزين يبقى اعضاء مجلس اداره. لا، وبعدين حضرتك حصل بتتكلم المشكله اليومين اللي ديت فاتوا وان إزاي؟ الجمعيه العموميه اتلغت. شهر معلش 12. والسيد انا بحاول الوزير اركز عشان افهم. والسيد معالي الوزير التربيه والتعليم اعاد مد فتره التعيين لمده سنه. فالناس اللي كانت عايزه تخش ما دخلتش. فانتوا تجدد لكم سنه انا سنة. ممكن اسال حضرتك بسبب وده إيه يعتبر تم زعل إلغاء الناس الجمعية العمومية؟ الموجودين، زعل الناس عشان الناس كانت عايزه طبعا ايه. طبعا. هل عندك رد على ده؟ انا عايزه اعرف ايه السبب اللي خلى الجمعيه العموميه انا تقف ممكن اقول وما لحضرتك نعملش سيد الوزير الانتخابات. بس ده مش لا احنا عارفين السبب يا فندم. إحنا السبب عارفين. موجود. ايه السبب هو؟ موجود. ايه طيب. اولا اتفضل يا دكتور أولاً مرسي. ضيق الوقت بتاع الميزانيه. انا بقى حضرتك بتكلم كل ده جيت وقت شهر ما 4. اتعلن 9 شهور. انا عندي شغل كتير جدا، في شويه تفاصيل لازم تخلص، لازم اتوبيسات تكون جاهزه، لازم صيانه زي ما حضرتك شايف تكون خلصت، لازم المدرسه عمرها ما اتعملهاش أستاذ صيانه معتز، أنا من عايزة 6 أرد على سنين. الكلام لو ده سمحت يا بعد استاذه حاضر. بعد اذنك. حاضر هترد. لو سمحت هترد. ردي.
اللي خلي انت عايزاه. كلامك معايا والنبي يا استاذ دكتور معتز، مرسي. طيب بعد اذنك أنا بس علشان نحافظ على حاضر الحد اتفضل. الادنى حاضر من حاضر الود اتفضل. ما بيننا. طب بعد اذن حضرتك والله هو خلي بالك حضرتك في ود لان هم مفيش أي زمايلنا حاجة، اولياء مفيش اي امور حاجه تمام. بالعكس. احنا في مكان بس واحد يعني. انا بس عايز الفت نظر حضرتك لحاجه. اتكلمنا على المرتبات وجبنا لك شيك المرتبات. اتكلمنا على ان الاستاذ حسام اللي انا كنت يعني حريص جدا انه يستمر، والاستاذ حسام بالفعل منتظر نتائج مش التحقيق. احنا مش احنا طيب. ويا ريت. ماشي. تمام. الحاجه الثالثه آه. الصيانه، وادي شكل الكليه الحقيقي. اي حاجه بتتقال المبنى، وهنعرضه لحضرتك فورا، وهنقول لك المفاجاه ان المبنى ده وقف ليه؟ عشان هم اشتكونا. احنا بنحاول في المبنى ده لسبب، هو المبنى ده انا بنيه ليا. الموضوع البليس- محتاج كذا حلقه، عايز رد اخير. رد اخير أستاذة إيمان. حضرتك يعني الاساتذه عرضوا شويه صور للبلاي سكول وقالوا ان هو ده شكل البلاي سكول. انا احب اقول لحضرتك بقى ان البلاي سكول ده مش واخد ترخيص اصلا من الشؤون الاجتماعيه. ثانيه واحده انا ما قطعتش يا حضرتك، استاذ معتز ترخيص اهو. مش واخد يا ريت نشوف التاريخ بقى اللي واخد الترخيص ده بيه. طالع امبارح. لا طالع دلوقتي. لا وأنا طالع جاي في امبارح. القاهره طالع. تمام. يا ريت بس حضرتك حضرتك اسلوبك بتقولي يبقى طالع افضل امبارح من كده، يعني حضرتك لا انا اسلوبي كويس يعني جدا. ولا يعني أنا عضو بصي- مجلس معلش- اداره المفروض معلش. يعني وحضرتك المفروض مدرسه ماشي يا أستاذ معتز. ماس النقطه قسم جامعي. الثانيه على فكره لو في خلاف يا جماعه ما تيجي نبقى برضو نحله في اطار ودي. اتفضلي. ده بالنسبه لموضوع البلاي. بالنسبه لموضوع المبنى بقى انا طالبه يا ريت فريق الاعداد يطلع لنا الصور اللي انا جايباها انا كمان. بعد اذنك تعرض لي صور المبنى اللي الاستاذه ايمان جايباها. الحاجه الاخيره على ما يظبطوا الصور، طبعاً، احنا بنتكلم أكيد. على ترد على كل الانتخابات اللي الاستاذ بيقول ان انا مقدمه فيها فعلا وده حقي. ما اعتقدش ان دي حاجه تزعل حد طول ما انا بمارس عايزة تبقي- حقي القانوني. تمام. هتقدمي نفسك كعضو مجلس بالظبط. إدارة. الاساتذه انا نفسي اسالهم سؤال. احنا بقالنا كاولياء امور سنتين مش عارفين نناقش ميزانيه. مش عارفين فلوسنا بتروح فين. طب احنا بنشرب بقى، احنا ثانيه واحده بقى. كويس ثانية واحدة، كويس ثانية واحدة. كويس. ايه السؤال؟ احنا بقالنا سنتين بنناقش ميزانيه احنا عموما ميزانيه مش عارفين عشان نناقش. نناقش. طيب معلش لا سمح اتفضل. الاستاذ بيقول المراقب المالي اتشال. هو مش من حقه اصلا ان هو يعين مراقب مالي. الصوره هي ده حق اصيل. الجمعيه العموميه. ده الصوره هي حق اصيل لاعضاء الجمعيه العموميه. طبعاً. احنا اللي نعينهم مش حضرتك اللي وانا تعينهم. هعينه عشان انا عضو جمعيه عموميه. لا ثانيه واحده ثانيه واحده لا، ثانيه واحده. بس آلية حضرتك اتخاذ القرار بتفسد فردية؟ الانتخابات لا 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 ليه؟ ما احنا ما عيناش حد على حضرتك فكرة. بتفسد تمام. الانتخابات وانا اللي ليه؟ قدمت استقالتي. لا انتوا افسدتوا الانتخابات وقلتوا ان لمصلحة الوزير مين؟ هو اللي ضاغط عليكم. لمصلحة لمصلحه مين؟ ما اعرفش والله. مش عارفه مش عايزه يعني اقول كلام ما وأنا كمان يتقالش والله مش على الهوا عايز أقول لا كلام ما بصراحه. تقوليش كلام ما يتقالش وأنا على الهوا، والله بس مش انت عايز ليه أقول عندك كلام ما برضو نظريه مؤامره ان هم اقول لحضرتك لان ببساطه انا لو جايه يعني حاجه كده من عندي فولنتير زي ما انا عملت قبل كده سنه كامله نزلت مدرسه فولنتير متطوعه. لو فعلا الاساتذه جايين متطوعين وكم المشاكل والوضع المتردي اللي وصلت ليه المدرسه يعني وصلت لكده، ايه اللي يجبرني انا لو انا واحده متطوعه؟ ايه اللي يجبرني؟ رايك ننسحب؟ حضرتك اولياء الامور معترضين، حضرتك المدرسين الصوره دي حضرتك معترضين. ممكن تعلقي لي عليها بعد حضرتك ده المبدا دي مباني بتتعمل واصلاحات وصيانه بتحصل في المدرسه والولاد زي ما حضرتك شايف كده تحت اسمها ايه السقاله بالظبط كده. دي حاجه من ضمن الحاجات. انا عندي كارثه انا هقولها لحضرتك بقى لان يعني دي النقطه الاساسيه اللي انا جايه فيها. فين الولاد؟ فين الولاد؟ لا في الصوره اللي قبلها موجوده. الولاد دول عبد لو في ولاد. لا امال الناس اللي ماشيه دي ايه حضرتك؟ هي يا دكتور مرسي. بس الناس استاذ دي معتز دي صوره قديمه. يعني قديمة. لا مش قديمه مش جديده. لا المدرسه فيها نشاط رياضي يا استاذ يعني ايه نشاط؟ حضرتك ده قسم الامريكان نشاط رياضي ايه؟ قدام المدرسه الامريكان ما فيهوش قسم رياضي. ايوه ما هو ده قسم الامريكان حضرتك. فين بقى الولاد اللي جوه؟ استاذ معتز انا عندي كارثه بكل المقاييس انا مش عارفه الوزير ساكت عليها ليه. الا وهي قسم الامريكان اللي انا بمثله. تمام. انا عايزه اعرف احنا الاعتماد لا حضرتك وبورق رسمي احنا البيرنت تيتشر اسوسيشن احنا كنا مجموعه من اولياء الامور بنمثل بورق رسمي من مجلس الاداره السابق واحنا تنازلنا عن السؤال باختصار. الاعتماد احنا احنا رد سريع. حاضر اتفضل. المفروض ان قسم الامريكان ده بياخد اعتماد كل فتره. تمام. بناخد اعتماد من الوزاره واعتماد من الجهه المانحه بتاعت امريكا. احنا اعتماد الوزاره خلصان من 2012 لغايه دلوقتي ما اتجددش الرخصه. وكذلك بالنسبه للجهه المانحه المفروض شهر 10/3 تجي لنا اللجنه عشان تقيم القسم وتشوف اذا كانت تمدله الرخصه ولا لا. كويس. المجلس الاداره اتسبب ان هو فعلا القسم هيقفل. انا عندي عجز
في مجلس اداره، في قسم امريكان من 2012 ثانية. المجلس اتسبب في الست شهور. 2012 بقول لا، خلاص. الرخصه ما اتجددتش طيب. بتاعت الوزاره. في قسم امريكان من 4 ما يستلمش الكتب. طيب. في مناقصه حلو. كتب اتعملت. أيوة. اذا ما انت فيش يا مناقصه فندم كتب. الاستعارة. بتتهمي مجلس لا، الاداره مش بالاستعارة الاستعارة بس. بس. الاستعارة. عدم حصولكم هيقفل. يا فندم لا رد سريع لان لازم اختم. طيب الماده اتفضل يا حضرتك بتقول دكتور لك مرسي كلامها صلاح. واضح جدا. أيوة. 2012 في مشكله قائمه من 2012 احنا شكلنا في لجنه تجديد، بقول وعطينا. لحضرتك في انا تجديد هرد على اللي انت بيتجدد كل بتقولي. حضرتك مش انا فاهم. هرد. لا انا فاهم. لا، انت بيتجدد بس كل لو سمحت 5 يا أستاذ سنين. معتز. اتفضل كمل ما أنا بعد هرد. اذنك بعد اذنك. احنا يوم 21/12 خدنا قرار مجلس اداره وفوضنا المدير بتشكيل لجنه. قالت لي بعد حتى إيه؟ قالت لي بعد ايه هم بعد لسه إيه؟ جايين. الدنيا اللجنه بتيجي خربت. في شهر 12. اللجنة دي بتجهزها قبلها حضرتك بسنتين. بتحاسبني من شهر 4 انا ماسك المدرسه على حاجات متراكمه بقى لها 12 سنه. متراكمة. المجلس القديم اللي خلاص عين يبقى حضرتك حضرتك تحاسب اللي عين وكيلة حضرتك اللي هي القسم بتدافع اللي ما عنه عملتش دلوقتي. الاستعدادات. هو ده السبب الرئيسي اللي لجنه الاشراف المالي والاداري شالته. انا بقاليش 8 شهور بس بحاول انت من انجز. حيث المبدا يا دكتور مرسي اتفضل. ما عندكش مانع ان يبقى في آلية للمحاسبه لادائكم. جداً، يا ريت. يعني انتم ما بتشتغلوش في الفراغ، انتم بتشتغلوا خالص. تحت يعني طبعاً، عايز اقول طبعاً. اطار إطار معين طبعاً. وادائكم حتى يخضع للتقييم. بالظبط. ما لكم وما علينا. مش كده؟ مظبوط. اتفضل كلمه اخرانيه. انا هقول لحضرتك حاجه. المجلس اللي موجود ده هي اسماء موجوده وليها شغلها وليها وظيفتها وليها اسمها. لا استحاله ان هم يكعبلوا الدنيا عشان اسمهم ينزل. كل واحد شغال في بروجكت معين لا وناجح فيه واسم فيه، فمش معقول ان هو يجي يفشل. النهارده لما يجي لي النهارده كان في مشكله في الامريكان هنقوله في مشاكل في الكليه. ما احنا جايين ليه؟ تمام. انا النهارده اهو الامريكان بالذات ضاع طبعا على ايد المجلس. ما هو على ايد المجلس. المجلس بتاعنا ولا من طبعاً. 2012؟ لا طبعا المجلس ده ثواني النهاردة انا سبت حضرتك وجمال تتكلمي الدعاء. يا معتز بيه. 2012 ده انا نهاية بكل التجديد. اسف وقت الحلقه انتهى بكل اسف، وكنت اتمنى ان انا افضل اقعد وقت اطول علشان نحاول ان احنا يعني نطرح كل الامور اللي بتسبب مشاكل بالنسبه لاولياء الامور او بالنسبه لاعضاء مجلس اداره. انما عايز اقول ان ده مكان عريق أستاذ معتز. واتمنى له من كل قلبي ان هو الى مزيد من الازدهار والتقدم، ويعز عليا قوي انه يحدث اي شيء يعني يضر بسمعه هذه المؤسسه التعليميه العريقه. والكلام كان على فيكتوريا كوليدج اسكندريه. شكرا لمتابعتكم اخر النهار والى اللقاء.